مرحب، إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية يا ربي. طبعا اليوم وصفتنا أطيب وصفة، تتبيلة ودجاج محشي منزوعة العظم بطعم رهيب. إذا تحبون تعرفون شلون طلعنا العظم تفوتون على قناتي اليوتيوب، راح أنزلها أول تعليق لكم. وحبايبي أشكركم شكر خاص لكم لكل من دا يدعمني بالكلام البسيط اللي يفرحني. يلا خلينا نبدي بالوصفة. ملعقتين أكل، دبس رمان، لبن أو زبادي، فلفل بارد نقول، بابريكا ملعقتين، يعني ملعقة معجون طماطة، معجون بابريكا، عندنا مايونيز، عقد كوب ماجي غذورات، واختياري حسب ملح. وهاي كانت التوابل وخلطة مال الدجاج محشي. شوفوا راح هسه نخلطها مع بعض وراح نمسح الدجاج. الخلطة كلها راح نمسحها، وأنا طبعا كلها مسويتها مطلعة العظام مالتها. هسه راح نحشيها تطلع أطيب دجاج محشي. وإذا حابين تعرفون شلون طلعنا العظام مال الدجاج راح أكتبها لكم بأول تعليق قناتي اليوتيوب. عندنا حامض راح نعصرها، راح أضيف شوية زيت بعد ويا دهن حار، يعني سويت كمية كبيرة. بهارات 7 بهارات اللي سويتها أنا، ملح، ملعقة أكل، نضفت هيك نعطينا طعم أطيب. ولازم نخليه يتكمل، وبعدين راح أحضر الحشوة الثانية. هسه راح نضيف اثنين مال ماجي، تريدون مال دجاج تريدون مال لحم. راح انصي النار يهدى وبعدين اقلبها. هسه راح نقلبها كلها. اوي شو الريحة طلعت، ما شاء الله ما شاء الله. هاي استوت تماما، وراح نحضر الحشوة. أنا راح أضيف ملح، فلفل أسود مو كثير، يعني أنا نخليها 7 بهارات. عندي حمص، هنا عندنا بازاليا. البازاليا كان عندي بالمجمدة، طلعتها غسلتها وبعدين ضفتها على المكونات. راح نخليه يستوون مع بعض، بعدين راح نحشي الدجاج. هذا استوى كلها مع بعض. اكيد ذقناها من الملح والبهارات، طبعا طلعت كلش طيبة. طبعا هاي الحشوة راح تصير مال دجاج محشي. شوفوا ما شاء الله هي بركة، لان انا عندي دجاج 2 ومطلعة العظم مالتها. بس راح احشيها، بما انه دجاجتين راح نحشي واحدة اول شي. هاي راح نشيلها نخليها على صفحة. شوفوا هذا الصوص قوية هالصوص. هسه راح ابدي احشي الدجاج.
وحبايبي إذا أول مرة تشوفون القناة أتمنى لا تنسون المتابعة واشتراك بقناتي، لايك وشير، سووه لايك شير خلي تستفادون الأهل والحبايب. وهنا نكمل نحشيها الدجاج، وراح تنحشي معاكم كل سهلة لين ما بها عظم. طبعا طريقة سهلة وبسيطة. وراح نكمل الحشوة مالتها من كل صفحات، وراح نبدي نخيطها. هنا أنا بديت أخيطها من الصفحات المفتوحة، أو تقدرون أنتم تحطون أكو عود مال الخشب الصغار أنتم تقدرون تحطون عليها. هنا أنا مسحتها، شوفوا ما شاء الله شلون صارت، ما شاء الله شلون صارت كبيرة. حشيتها زين، وهاي كانت الصوص مالتها موجودة، الباقي مسحتها بيها، وراح أخليها بالأوفن تقريبا ساعتين. طبعا ورا ما كملناها وخلصنا الحشوة مالتنا والصوص، هسه راح ناخذ قطعة زبد أو أي شيء عندكم موجود، زبد، دهن حار، نمسحها بهذا الشكل كلها داير مدايرها من ظهرها، وراح نبقيها تقريبا، راح نخليه بالأوفن، راح ياخذ ويانا ساعتين. راح نخلي السيليفون حبايبي الأوفن على 200 درجة حرارة من فوق وتحت. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك والمتابعة. إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجديد. شكرا لكم.